اهلا بيك معايا في البروجرام ده اللي هنناقش فيه كل حاجه خاصه بالبرودكت مانجمنت. هنتكلم عن اداره المنتجات من كل الجوانب. هنعرف من اول يعني ايه منتج، وايه هي دوره حياه المنتج، وليه اصلا في المجال ده، وليه عندنا التايتل بتاع البرودكت مانجر. وبما اننا هنتكلم عن التايتلز، هنعرف كمان كل التايتلز اللي محيطه بالمجال ده، الفرق ما بين البرودكت مانجر والبروجكت مانجر والانتربرنور والبرودكت اونر والسكرام ماستر، وكل الناس اللي هيكونوا معاك في رحلتك في البرودكت مانجمنت. واحنا بنتكلم عن البروجرام ده هنذاكر مع بعض التكنيكال سكيلز والنون تكنيكال سكيلز. ففي التكنيكال سكيلز هنتكلم عن البرودكت ديزاين والبرودكت ديفلوبمنت والبرودكت ماركتنج، من اول انت ازاي بتفكر في البرودكت بتاعك، الحل اللي انت بتعرضه عشان تخاطب مشكله معينه عند العميل بتاعك، وكل الرحله اللي انت هتمر بيها. وهنركز قوي 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 على فهم احتياجات وطلبات العميل بتاعك، وفهم احتياجات وطلبات كل الستيك هولدرز او الاطراف المعنيه اللي حوالين البروسيس بالكامل. مش بس كده، هنبقى عندنا كمان السوفت سكيلز او النون تكنيكال سكيلز، وهي دي اللي هتخليك تقدر تتميز في مجال البرودكت مانجمنت. هنتكلم عن الكوميونيكيشن سكيلز لانها جزء اساسي جدا 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 من دورك كمدير منتج، وهنتكلم عن انواع المنتجات المختلفه اللي انت ممكن تكون شغال عليها. كل الحاجات دي هنستعرضها مع بعض خلال البروجرام بتاعنا، ويلا بينا نبدا البروجرام.